من الامور اللي مهمه خصوصا مع ارتفاع ديال درجه الحراره انه الناس يتفكروا الماء. الا كنت كنشرب في البرد ايطرو ونص ايطرو، راه خصني في الصيف نشرب واحد 3 حتى ل 4 ايطرو. علاش؟ حيت الانسان مع المجهود في الصيف تيتعرق، الذات ديالها كتضيع منه مجموعه ديال المياه ومجموعه ديال الاملاح، الحوايج اللي خصهم يعوضهم بالشرب ديال الماء. وهذه المساله هذه خصوصا عند الناس المسنين والصغار في السن. علاش؟ حيت الذات ديالهم تقدر تجفف بسرعه، والحاجه اللي تقدر تخليهم عرضه لمجموعه من المخاطر. مثلا المسن الا ما كانش شارب الماء مزيان يقدر ينخفض ليه ضغط الدم، يقدر يتعرض لنا الغيبوبه، يقدر يجي الام على مستوى الراس، يقدر يطيح ويتعرض للكسور. يعني مجموعه ديال الامور اللي تتكون عندها واحد المخاطر اللي صعيبه على الاستقلاليه ديال المسن، ونقدروا نتفاداوها تو سامبلومون انه هذا المريض هذا ولا هذا المسن هذا يشرب الماء بكميات كافيه. اما الا كان عنده ادويه امراض مزمنه تيعاني من مشكل ديال الاسهال، يعني هذا خصنا نردوا معاه البال اكثر، وتيخص هذه الفئه هذه تفادى الخروج ما بين الظهر والعصر، الوقيته اللي كتكون الحراره مرتفعه. وحتى اذا خرجوا يقضيو شي اغراض ديالهم يديروا شي كاسكيطه ولا يجلسوا تحت من شي بلاصه اللي فيها الظل باش ما تعرضش الذات ديالهم للتجفف وللتعرق، والحاجه اللي غادا تحافظ على الصحه ديالهم.